السلام عليكم ورحمة الله. ومكملين معاكم في آخر الأخبار الوباء إيبولا اللي انتشر في الكونغو، ومعانا معلومات مهمة جدا عن وباء هانتا كمان هنغطيها. بس نروح الأول لإيبولا والوضع في الكونغو. هو الوضع في الكونغو للأسف من سيء لأسوأ، الانتشار برضو مازال زايد. طبعا كان في طمأنة من منظمة الصحة العالمية إن هو الموضوع هيزيد بعد كده، يبتدي شوية شوية إن هو يقل. ده مع تحقق مناعة القطيع، بس ده هيحصل بعد وفيات قد إيه؟ ده اللي إحنا مش عارفينه. هل هيكون انتشر أكتر، وصل لدول الجوار اللي هم العشر دول اللي طلبت منهم منظمة الصحة العالمية إن هم يرفعوا المراقبة على الحدود؟ ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل؟ طبعا في مشكلة طبعا بالنسبة للعمالة المهاجرة من الكونغو تحديدا. وهي دي المشكلة الأكبر. طبعا حاكم الكونغو كان طلع وقال إن هو محتاجين مساعدات كتير، واللي وصل ما يقرب تقريبا من 10% فقط من اللي بيحتاجوه. طبعا الاحتياجات ديت مفيش علاجات ولا في لقاحات. المسألة كمان إن كندا والهند فرضت حجر صحي على الوافدين من الأماكن الموبوءة، اللي هو الكونغو وأوغندا وجنوب السودان. في مشاكل طبعا بالنسبة لكأس العالم بعد ما طلبوا الفريق أو المنتخب الأوغندي والمنتخب الكونغولي للحجر الصحي. والنقطة التانية إن المشجعين بتاعة الدول ديت كانوا اشتروا تذاكر حضور المباريات في الولايات المتحدة، وبعد كده حصل المنع. فهم بيطلبوا باسترداد طبعا قيمة التذاكر ديت والرحلات بتاعتهم. وفي إصابة 2 في إيطاليا كانوا شغالين في الإغاثة في الكونغو، بعد ما رجعوا إيطاليا ظهرت عليهم الأعراض، لكن لما اتعملوا فحوصات طلعت سلبية. طبعا هو احنا عرفنا وتعلمنا الدرس كويس قوي ان الفحوصات في البداية بتبقى سلبية، لكن الموضوع لما بيتطور ونعيد الفحوصات تاني بتطلع ايجابية، زي ما كان في كورونا بالظبط، ان هو برضو حيواني المنشأ. فهي طبعا كده هو يعتبر وصل طبعا لأوروبا. وهو مشكلته دلوقتي اتضح يعني بعض النقاط أكتر. هو طبعا بيسبب الحمى النسفية، بس هو الحمى النزيف بيبقى داخلي أكتر للكبد والطحال. طيب هو مرجح إن حاجة زي كده هو تزيد أو هنطة، هو مرجح مع موسم الحج ومع كأس العالم القادم. طب ليه موسم الحج وكأس العالم؟ لأن الاختلاط في الحدثين دول بيكون كبير جدا، والاتنين جايين ورا بعض. هي دي المشكلة الكبيرة. فهو طبعا في الأول وفي الآخر ربنا طبعا يسترها، لكن هو الضرورة الملحة دلوقتي اللي طالعة من كثير من الخبراء: لن يكون أحد آمنا إن لم نكن إلا إذا كان الجميع آمنا. يعني إيه؟ يعني هو أنت دلوقتي لما بتحافظ على نفسك وما يجيلكش الفيروس، أنت كده بتحمي غيرك، لأن أنت لما بتاخد الفيروس بتنقله لغيرك. النقطة التانية هي الكلمة دي مقصود بيها اللقاح. طب ليه اللقاح مش الدواء؟ لأن التجربة العملية أثبتت إن هو اللقاح هو اللي بيدي المناعة الطبيعية للجسم، والجسم بعد كده بيقدر يتعامل معاه. لكن دواء انت هتاخده هتتصاب بيه تاني، هتحتاج الدواء تاني، لكن الجسم بيبقى فيه المناعة والميكانيزم ان هو يقدر يقاوم الفيروس ده بيبقى افضل. النقطة التانية جائحة كورونا اللي حصلت، هو السبب وراء اللقاح ان تم متابعة الفيروس، ولو ان في شباب بتموت ومنهم كان طبيب وصغير في السن ومناعته كويسة وجاله كورونا وتوفى، بينما كان في شخص تاني هو ومراته، الراجل عجوز جدا وكبير في السن ومناعته ضعيفة وجاله كورونا، والراجل عاش ومحصلوش مضاعفات كبيرة ولا حاجة، هو بس الشم والتذوق وحبة حرارة لمدة 24 ساعة و48 ساعة. ايه ده؟ موضوع غريب. ازاي دكتور وشاب ومحافظ على صحته وشاب يجيله كورونا ويموت، والراجل العجوز دوت؟ ففضلوا ورا القصة ديت وعملوا له تحليل وفحوصات كتير لحد ما لقوا الانتي بودي والاجسام المضاده، واكتشفوا ان الشخص دوت كان اخد قبل كده سارس لما كان في جنوب شرق اسيا، عشان كده اتولدت عنده مناعه. فلما دخل كورونا اللي هو المتحور الجديد، وكان تقريبا الشفره الوراثيه قريبه جدا، الجسم قدر يصنع له الانتي بودي
وقدر ان هو يتعامل معاه. ومن هنا هو قال لك لا، اللقاح هي الوسيله الاساسيه اللي نشتغل عليه. وعلى الاساس ده دول كتير وعلى راسها الولايات المتحده ضخت اموال كبيره جدا وضخمه جدا لشركات الابحاث عشان تصنع اللقاح، عشان الاقتصاد العالمي كله تاثر طبعا، وعشان يصلحوا الخطأ الفادح بتاعهم تجاه الصين. نروح بقى لفيروس هانتا، ومعانا تطورات مهمة جدا. هو طبعا في شخص من اللي كان على متن السفينة في اسبانيا وظهر عليه الأعراض بتظهر متأخر زي ما بيعملوا الفحوصات، وبتطلع زي ما لسه قايلين دلوقتي حالا بالنسبة لفيروس ايبولا، ان هو برضه حيواني المنشأ. عملوا الفحوصات للإيطالي وطلعت سلبية، شوية هتظهر عليه الأعراض تبتدي تزيد، يعملوا الفحوصات تطلع إيجابية. نفس الحكاية برضه مع الشخص الأسباني دوت بالنسبة لهانتا، ظهرت عليه أعراض عالية بالزيادة، فعملوا له الفحوصات لقوا إن هو مصاب بفيروس هانتا. طب الراجل ده من زمان بقاله كتير والسفينة والكلام ده، لا هو الفيروس بقى الدراسات الحديثة أكدت عدد من النقاط. هو الفيروس بيبتدي ببطء جدا وبيتخفى جدا. الدراسة الحديثة بتقولك إن هو بيهاجم الخلايا المبطنة للأوعية الدموية. طب ليه؟ ليه الخلايا المبطنة للأوعية الدموية؟ ما يهاجم الرئة على طول. هو مش بيأثر على الرئة وبيسبب مية للرئة، بس الطريقة هنا مختلفة. هو أولا الفيروس ده عليه 4 بروتين بيعرف يستخدمهم بحكمة وحنكة كبيرة جدا جدا جدا، مش 8 زي الفيروسات التنفسية العادية. الفيروس لما بيهاجم البطانة الأوعية الدموية ده بتبقى في الجسم كله، مش الأوعية الدموية اللي موجودة أو الشعيرات الدموية بس اللي موجودة في الرئة، ده على الجسم كله. النقطة التانية إن هو بيميل لإتلاف الكلى. النقطة كمان مهمة، هو طبعا بيأثر على الجهاز المناعي وبيتجنب الجهاز المناعي والخلايا المناعية، وبيتكاثر ببطء عشان ما يلفتش نظر المناعة. وده المرض ده خبيث جدا جدا جدا. هو بيفضل فترة وبيبقى متخفي من المناعة وبينشطش المناعة خالص، بالإضافة إن هو بيقدر إن هو يأثر أو بيثبت الاستجابة المناعية للفيروسات داخل الجسم. النقطة برضو يعني غريبة جدا هو بيعملها، إن هو لما بيأثر على الجدار بتاع الأوعية والأوعية الدموية الداخلية البطانة، بيخليها تعمل زي نزيف. النزيف ده ما بيطلعش كرات الدم الحمراء، بيطلع البلازما اللي فيها الأنتي بودي والليمفوسايتس. ليه؟ عشان ما يقدروش عليه، لأن هو بيمشي في الدم. فلما بيطلعهم بيحصل هبوط حاد في الدورة الدموية داخل الجسم. بالإضافة السوائل ديت لما بتدخل الرئة، لأن الرئة طبعا فيها شعيرات دموية، بتملى الرئة مية فيحصل الأكسجين يقل وضغط الدم يقل، وهي دي الصدمة أو الشوك اللي بيعملها. وخلال 48 ساعة أو 72 ساعة من حدوث اللقطة ديت داخل الجسم، يا إما المريض يعيش يا إما يموت خلال الفترة ديت. طبعا الأكسجين بيساعد، بس بعض الناس اللي بيأثرش مع الأكسجين بيحطوها على جهاز الرئة الصناعية ECMO. ده اللي هو بيبقى زي تيوب بيدخل على الشريان الرئيسي، ياخد الأكسجين يكسده ويرجعه للجسم تاني. هو الجهاز ده اللي بينفع في الحالة ديت. طبعا هو مشكلة كبيرة وفيروس خبيث جدا. وكنت قلت لكم على الفريق البحثي الأرجنتيني اللي راح المدينة اللي مات فيها أو كان مصدرها الفيروس، وهناك كانوا بيحطوا مصايد كتيرة للفئران، لكن اكتشفوا اكتشاف غريب شوية إن في فئران كتير جدا ميتة هناك. ولما الصحفيين سألوهم تجنبوا أسئلة الصحفيين. طب ليه؟ في ايه؟ ده اللي لسه مش عارفينه، بس طبعا هنفضل متابعين الموضوع، وإن شاء الله نبلغكم ونحدثكم بكل جديد. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.